إذا نلتقي في رحاب كلية الاقتصاد والتدبير بمدينة قليميم من أجل ندوة وطنية علمية تتميز بغنى المداخلات. وهذا اللقاء يعد، أو هذه الندوة تعد ثمرة جهد جماعي انخرط فيه ثلة من الباحثين من مختلف الجامعات المغربية، وكذا ممثلي بعض المؤسسات والباحثين في المجال التطوعي. الندوة تنظم بشراكة بين الكلية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة قليميم ودنون، وكذلك بمساهمة من جهة مجلس جهة قليميم ودنون. الهدف الرئيس من هذه الندوة هو إثارة النقاش والحوار حول العمل التطوعي في إطار التطورات التي يعرفها الدستور المغربي، وكذلك في إطار التطورات التي يعرفها المجتمع المدني بالمملكة المغربية. تلقت اللجنة المنظمة حوالي 76 مقالة علمية تتناول الموضوع، ونظرا لكثرة المقالات التي توصلت بها اللجنة فقد ارتأت أن تقدم 28 مقالة علمية حضوريا، وهو ما يقدم اليوم في 4 جلسات علمية. 30 مقالة سوف تقدم عن بعد، في حين استبعدت اللجنة 16 مقالة نظرا لكونها يا إما لا تتوفر على الشروط المطلوبة أو قدمت خارج الآجال القانونية التي حددت لها. طبعا تعرف الندوة حضور العديد من الأساتذة الجامعيين يمثلون مختلف الجامعات على الصعيد الوطني، وكذلك بعض الباحثين وممثلي المجتمع المدني الذين عرف لهم صيت ذائع في مجال التطوع بالجهة. وشكرا. ولماذا بعد الندوة؟ آلية تتبع مخرجات الندوة؟